أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. حلقتنا النهارده مهمة جدا 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 وبعنوان نتورك ادريسنج، وهنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاي بي ادريسنج والسبنيتنج والماك ادريسز والكارت الان اي سي. فجهز كشكولك والقلم الرصاص الروترين كالعادة ويلا بينا نبدأ عشان حلقتنا مهمة كالعادة. طيب، لما اتكلمنا قبل كده في اول الكورس عن موضوع الادريسنج قلنا ان لازم جهازك يكون ليه عنوان عشان يتواصل مع بقية الاجهزة في الانترنت، وعشان اي جهاز في الانترنت عايز يبعت له رسالة او فايل يقدر يعمل ده بكل سهولة، والعنوان ده هو الاي بي ادرس. وكنا قلنا برضو ان الاي بي ده هو اختصار انترنت بروتوكول، وانه عباره عن مجموعه من القواعد والاتفاقات اللي اي حد عايز يتواصل بالانترنت لازم يمشي بيها. يعني نقدر نقول كده ان البروتوكول ده هو اللي بيخلي الانترنت موجود اصلا. يعني انت دلوقتي مثلا بتشوف الفيديو ده على منصه يوديمي عشان جهازك او موبايلك عنده اي بي ادرس، وسيرفر يوديمي بيبعت لك كل الداتا اللي في الفيديو ده للاي بي ادرس بتاعك. ولو عايز تعرف الاي بي ادرس بتاع جهازك، اول حاجه بتعملها انك بتروح على السي ام دي عن طريق ويندوز بلس ار من الكيبورد. بيتفتح لك الرن، بتكتب في السيرش سي ام دي وتدوس اوكي، يتفتح لك السي ام دي، تكتب في السي ام دي اي بي كونفيج، يطلع لك الاي بي ادرس والسبنت ماسك اللي هنتكلم عليهم في الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله. طيب، افكركم بشويه حاجات كنا اتكلمنا عنها قبل كده عن الاي بي عشان الناس اللي ناسيه، وكمان عشان الناس ما تتوهش مني في الحلقه دي. كنا قلنا قبل كده ان الاي بي بيتكون من 4 خانات، وكل خانه من دول بنفرق ما بينهم بعلامه الدوت، وكل خانه من دول بيكون اسمها اوكتت، وبتكون عباره عن 8 بت. فاللينس بتاع الاي بي ادرس كله على بعضه 8 في 4 يعني 32 بت، وكل خانه من دول بيكون ليها احتماليه ارقام، والارقام دي بتكون من 0 ل 255، وكل سنجل ديجيت بنكتبه جوه الاوكتت بيكون ان ديسيمال فورمات، يعني احتماليه الارقام بتاعته من 0 ل 9. لكن قلنا ان الاوكتت كله على بعضه بيكون احتماليه الارقام بتاعته من 0 ل 255. وقلنا برضو ان الاي بي كادرس بيكون ليه نوعين، نتورك ادرس وهوست ادرس، يعني لازم يكون بيحتوي على عنوان الشبكه وعنوان الجهاز اللي انا بكلمه جوه الشبكه. وقلنا ان اللي بيفرق ما بين الجزء اللي بيعبر عن النتورك ادرس والجزء اللي بيعبر عن الهوست ادرس هو حاجه اسمها السبنت ماسك، والسبنت ماسك هو رقم مكون من 32 بت، ولازم دايما الاي بي ادرس. لو تفتكروا برضو ساعتها كنا قلنا لما تيجي تتعامل مع اي اي بي هتلاقيه مكون من حاجتين، حاجه اسمها اي بي وحاجه اسمها سبنت ماسك. وقلنا ان انا عندي جهاز الاي بي بتاعه 192.168.1.20، وقلنا ان السبنت ماسك بتاعه 255 255 255 0. فقلنا ان اي جزء في الاي بي تحته 255 ده بيمثل النتورك ادرس، واي جزء مش تحته 255 ده بيمثل الهوست ادرس. وقلنا ان ده معناه ان الجهاز اللي الاي بي بتاعه ده رقمه 20 وواقع في نتورك عنوانها 192.168.1. برضه خدنا مثال تاني ساعتها وقلنا ان انا عندي جهازين، والجهازين دول مربوطين بسويتش والاي بيهات بتاعتهم هم، ولاحظنا ان السبنت ماسك في الاثنين واحد، 255 255 0 255 255 0. فبالتالي قلنا ان اول 3 اوكتت دول بيمثلوا النتورك ادرس، واخر اوكتت ده بيمثل الهوست ادرس. وقلنا برضه نفس الكلام في الديفايس الثاني، وعرفنا ان كل واحد فيهم واقع في نتورك مختلفه، وبالتالي ما ينفعوش يكلموا بعض بشكل دايركت، محتاجين جهاز الراوتر ما بينهم عشان ده يحصل. المهندسين اللي طوروا الاي بي قسموا الاي بي ادرسز لمجموعه من الكلاسز، وكل كلاس ليه استخدام معين، ونقدر نميز الاي بي تبع انهي كلاس عن طريق اول اوكتت. عندنا مثلا كلاس ايه لما بيكون اول اوكتت بيساوي 1 لحد 126، والسبنت ماسك ساعتها هيكون 255 0 0 0، وده معناه ان اول اوكتت بيمثل النتورك، انما بقيه الاوكتت بتمثل الهوستس. وده بيكون مناسب ان انا استخدمه لما يكون عندي عدد شبكات قليل، طبعا اقل من 255، لكن في كل شبكه فيه عدد الاجهزه بيكون كبير جدا. بعد كده عندنا كلاس بي، وهنا اول اوكتت بيكون من 128 لحد 191، والسبنت ماسك بيكون 255 255 0 0، وده معناه ان اول 2 اوكتت بيمثلوا النتورك، لكن اخر 2 اوكتت بيمثلوا الهوستس. بعد كده عندنا كلاس سي، وهنا اول اوكتت بيكون من 192 لحد 223، والسبنت ماسك بيكون 255 255 255 0، وده معناه ان اول 3 اوكتت بتمثل النتورك، واخر اوكتت بيمثل الهوست. وده بيكون مستخدم اكتر في البيوت او المكاتب او الشبكات الصغيره، يعني انت عندك في البيت دايما هتلاقي السبنت ماسك ده او الاي بي اللي في الكلاس ده، عشان هنا انا بقدر احصل على اكبر عدد من الشبكات واقل عدد من الهوستس او الاجهزه. بعد كده عندنا كلاس دي، وهنا بيكون اول اوكتت من 124 لحد 239، والكلاس ده بيكون
خاص بالمالتي كاست. يعني مثلا لو انا عندي مجموعه من الاجهزه شغاله على بروتوكول معين، فبيكون في اي بي محجوز مخصوص بس للاجهزه اللي بتتعامل مع البروتوكول ده، زي مثلا بروتوكول الاو اس بي اف، وده ليه مالتي كاست 224.0.0.5، وده معناه ان كل الاجهزه اللي بتشتغل على بروتوكول الاو اس بي اف بتتواصل عن طريق الاي بي ادرس ده. واخر كلاس عندنا هو كلاس اي، وده بيكون من 240 لحد 255، والكلاس ده بيكون خاص بالابحاث والتجارب اللي بتتعمل على الاي بي. بس انت لو عايز تساين اي بي ادرس لاي شبكه عندك او جهاز، فانت بدور بس في اول 3 كلاسز اللي هم A و B و C، عشان الكلاسز دي وليه ليهم استخدامات خاصه. طيب لو اخدت بالك هتلاقي ان كلاس A بينتهي عند 126 وكلاس B بيبدا عند 128، يعني 127 مش داخل معانا في الكلاسز ده، عشان ال 127 محجوز لللوب باك وبيتقال عليه لوب باك ادرس. يعني الجهاز بيقدر انه يكلم نفسه عن طريق الاي بي ادرس ده. يعني مثلا لو انا فتحت السي ام دي وعملت بينج 127.0.0.1، هنلاقي ان في ريبلاي، وده معناه ان الجهاز فعلا بيستجيب للبينج مع انه مش متوصل باي اجهزه ثانيه. طب ايه الفايده من اللوب باك ادرس؟ عاده بنستخدمه في الترابل شوتنج. يعني لو انا مثلا عايز اتاكد ان الانترنت وكارت اللان ما فيهمش اي مشكله، ممكن اعمل بينج للجهاز نفسه واشوف هل فعلا هيستجيب للبينج ولا لا. طب لو انا مثلا عندي مجموعه من الاجهزه مطلوب مني ان احطهم كلهم في شبكه واحده، فعلشان ده يحصل لازم طبعا اني اوزع اي بي ادرسز لكل جهاز زي ما اتفقنا عشان يعرفوا يكلموا بعض. ما ينفعش هنا ان احط الاي بي بتاع الجهاز ده مثلا 192.168.1.0 علشان الزيرو دايما محجوز للنتورك ادرس. عشان نفهم اكتر تعالوا نوزع الاي بيات دي ونشوف مع بعض. مثلا جهاز واحد هديله الاي بي ده 192.168.1.1، وجهاز 2 هديله 192.168.1.2، وجهاز 3 وجهاز 4 نفس الموضوع دوت 3 دوت 4. فلو خدت بالك انا كده عندي كل الاجهزه دي ليهم نفس النتورك ادرس اللي هو 192.168.1، يعني كل الاجهزه دي في شبكه واحده، واللي بيتغير بس عنوان الهوست. وفي الحاله دي النتورك ادرس هيكون اول اي بي في الشبكه بتاعتي اللي هو 192.168.1.0. يعني لو عايز اشاور على كل الاجهزه اللي في الشبكه دي بعبر عنها بالاي بي ادرس ده. وبرده ما ينفعش استخدم اخر احتمال اللي هو 192.168.1.255 عشان ده اسمه البرودكاست ادرس. يعني لو عايز ابعت مسج للشبكه دي كلها بكل الاجهزه اللي فيها هبعت على الاي بي ادرس ده. يعني نقدر نقول ان اول واخر احتمالات في الاي بي ادرس اللي هم 0 و255 مش هعرف اديهم لاي جهاز عندي في الشبكه. وبكده الفاليد اي بي ادرسز اللي اقدر اوزعهم هيكونوا من 1 ل 254. عندنا بقى نوعين من الاي بي ادرسز، بابليك وبرايفت. لما انت مثلا بتروح تقدم على خدمه الانترنت من اي انترنت سيرفيس بروفايدر زي مثلا شركه وي، ساعتها الانترنت سيرفيس بروفايدر هيعين المودم او الراوتر بتاعك بابليك اي بي ادرس عشان تقدر من خلاله تدخل على الانترنت، لانك من غيره مش هتقدر تدخل على الانترنت. والبابليك اي بي بيكون يونيك، بمعنى ان ما ينفعش يتكرر خالص وما ينفعش جهازين يكون ليهم نفس البابليك اي بي ادرس، عشان كل الراوترات بيكون موجود عليها الاي بي ادرس المعروف 192.168.1.1. المهندسين اللي كانوا شغالين على الاي بي ادرس ما كانوش متخيلين ان الانترنت ممكن يتوسع بالشكل ده، عشان الاي بي فيرجن 4 اللي احنا شغالين عليه دلوقتي بيقدر انه يوفر حوالي 4 مليار اي بي مختلف، وده كان رقم كافي جدا وقتها. لكن ما كانوش مثلا متوقعين ان كل بيت هيكون ليه عدد كبير من الاجهزه اللي بتاخد اي بي ادرس وبتدخل على الانترنت، زي مثلا الكمبيوتر واللابتوب والموبايل. وكمان مع ظهور الاي او تي بقى حتى الاجهزه المنزليه ليها اي بي ادرس وتقدر تدخل على الانترنت. فطبعا الاجهزه دي كلها اكيد اكتر من 4 مليار بكتير. فالمهندسين ساعتها قعدوا يفكروا في حل للمشكله دي لحد ما طوروا تكنولوجيا جديده وهي البرايفت اي بي ادرس. وعناوين البرايفت اي بي دي مش بتكون متسجله على الانترنت، فانت ما تقدرش تدخل على الانترنت عن طريق البرايفت اي بي عشان دول بنستخدمهم في بيت او شركه. لكن اللي بيطلع للانترنت هو البابليك اي بي اللي انت بتكون دافع ثمنه وبيكون جاي لك من الانترنت سيرفيس بروفايدر زي ما قلت قبل كده. والدي اتش سي بي سيرفيس اللي موجوده عندك في الراوتر بتاعك هي اللي بتدي الاجهزه اللي عندك البرايفت اي بي. طبعا كان ممكن من الاول يكون الحل انك تدي كل الاجهزه اللي عندك بابليك اي بي عشان يتواصلوا بالانترنت مباشره. يعني لو عندك مثلا 10 اجهزه هتحتاج تكلم وي وتقول لهم انا عايز 10 بابليك اي بي ادرس، وده طبعا حل مش عملي خالص عشان هيخليك تدفع كتير جدا وفي نفس الوقت هيضيع ال 4 مليار اي بي اللي حلتنا. فالحل ان يبقى عندك راوتر وظيفته ان يدي كل الاجهزه اللي عندك برايفت اي بي ادرس، ولما الاجهزه دي تعوز تاكسس على الانترنت البرايفت اي بي هيحصل له عمليه ترانسليشن لبابليك اي بي اللي احنا اوريدي واخدينه من وي ودافعين ثمنه. وعمليه الترانسليشن دي بيقوم بيها النات، النتورك ادرس ترانسليشن، ودي سيرفيس بتكون موجوده عندك في الراوتر بتعمل ترانسليشن من برايفت لبابليك، وكمان بتعمل ترانسليشن من بابليك لبرايفت عشان لو في جهاز في الانترنت عايز يكلمك يقدر يكلمك بكل سهوله. والبرايفت اي بي ادرس بيتقسم ل 3 كلاسز
كلاسز، وكل كلاس بيكون ليه رينج معين من العناوين. يعني مثلا كلاس A بيبدا ب 10 وبيديك اقل عدد شبكات لكن اكبر عدد اجهزه، فبيستخدم في الشركات الكبيره جدا. وكلاس B بيبدا ب 172 وده بيستخدم في الشركات متوسطه الحجم. واخر واحد بقى اللي هو كلاس C اللي احنا دايما بنشوفه وبنستخدمه، وده بيكون دايما في البيوت والمكاتب والشركات الصغيره، وده اللي هو الاي بي اللي انت بتكتبه عشان تقدر تدخل على السيتنجز بتاعت الراوتر. فطبعا انت شايف دلوقتي ان التكنولوجي بتاعت البرايفت اي بي حل عبقري وحلت مشكله عناوين قليله في الاي بي في 4. لكن خليني اقول لك ان المهندسين المسؤولين عن تطوير الاي بي كانوا معتبرينه حل مؤقت، وده بسبب التوسع الكبير اللي بيحصل لشبكه الانترنت يوم ورا يوم، فكان لازم يكون في حل ريابل كلنا نعتمد عليه، وعشان كده طوروا الاي بي فيرجن 6 وده الجيل الجديد من الاي بي ادرسز. تعالوا ناخد نبذه كده عن الاي بي فيرجن 6. هو عباره عن 128 بت بيتكتب في 8 مجموعات هيكساديسيمال، يعني بيكون مكون من ارقام وحروف وبيفصل ما بين كل مجموعه والثانيه كولوم. فاي بي فيرجن 4 كان عباره عن 32 بت، فكان عدد العناوين المتاحه 2 باور 32 يعني حوالي 4 مليار جهاز. لكن في اي بي فيرجن 6 العنوان الواحد بيكون 128 بت، وده معناه ان عدد العناوين اللي ممكن استخدمها هيكون 2 باور 128 يعني حوالي 3.4 تايمز 10 باور 38، وده رقم كبير جدا اننا نتخيله. بس لحد دلوقتي اي بي فيرجن 6 لسه مش مستخدم قوي، ومعظم الشغل اللي موجود دلوقتي هو اي بي فيرجن 4. طيب هنتنقل لتاني توبيك معانا النهارده وهو النتورك انترفيس كارد. زمان قبل انتشار الوايرلس كونكشن كنت لو عايز تدخل على الانترنت لازم جهازك يكون فيه كارت شبكه اللي هو بنسميه كارت اللان، وبتوصل طرف الميل بتاع الار جي 45 بتاع كابل اللان مع بورت الار جي 45 اللي في جهازك. ورا البورت دي بقى بيكون فيه الكترونيك سيركت بتكون امبيدد في الجهاز بتاعك، وهي دي بقى النتورك انترفيس كارد. وهو عباره عن هاردوير كومبوننت بيكون انترنال او بيلت ان في جهازك، او ممكن تجيب اكسترنال عن طريق اليو اس بي. بنستخدمه عشان نعرف نعمل شبكه بين مجموعه من الاجهزه، ونقدر من خلاله نشارك البيانات والملفات بين الاجهزه جوه نفس الشبكه. والنتورك انترفيس كارد ده يعتبر هو اللي بيطلعنا من الداتا لينك لاير ويدخلنا في الفيزيكال لاير، عشان هو بيحول الزيروز والوانز اللي بيتعامل بيهم الكمبيوتر للاشارات اللي هيقدر يفهمها الترانسميشن ميديا. يعني لو الميديا بتاعتنا عباره عن كابل ايثرنت ساعتها هيحول الزيروز والوانز دول لاشارات كهربائيه، ولو كانت عباره عن كابل فايبر هيحولهم لاشارات ضوئيه، ولو كانت وايرلس هيحولهم لاشارات راديو. يعني النتورك انترفيس كارد هو اللي بيغير شكل المسج عشان تمشي في الميديا وتوصل من الترانسميتر للريسيفر. فبالتالي من غير النتورك انترفيس كارد مش هيكون في نتورك اصلا، وساعتها مش هنقدر ندخل على الانترنت. طب ازاي بتدخل على الانترنت في الموبايل وانت ما عندكش الكومبوننت ده في موبايلك ولا مكان تحط فيه كابل لان حتى؟ عشان النتورك انترفيس كارد بيكون فيه منه نوعين، وايرد ووايرلس. لو هنشير داتا بين مجموعه اجهزه في شبكه لان عن طريق لان كيبل ساعتها النوع ده هيكون وايرد نتورك انترفيس كارد. لكن لو هنعمل شيرنج للداتا عن طريق انك هتكونكت الاجهزه وايرلس فساعتها بنستخدم وايرلس نتورك انترفيس كارد، وده طبعا اللي موجود في موبايلاتنا، عشان كده بنقدر ندخل على الانترنت من خلاله. يعني مفيش شبكه من غير ما يكون في نتورك انترفيس كارد سواء وايرد او وايرلس. والشركات اللي بتصنع النتورك انترفيس كارد زي مثلا اشهرهم انتل وبرودكوم وتي بي لينك، والشركات دي بتضيف لكل كارت حاجه اسمها ماك ادرس، ميديا اكسس كنترول ادرس، وهو عباره عن فيزيكال ادرس بيتبع على كروت النتورك عشان نميز بيه كل كروت النتورك عن بعض. والهدف الاساسي منه انه بيايدنتيفاي كل نتورك انترفيس كارد بتصنع. كنا اتكلمنا عنه قبل كده في اول الكورس، وهفكر دلوقتي الناس اللي ناسيه او اللي مش بتذاكر. لو تفتكروا كنا قلنا ان شكله بيكون كده وبيتكون من 6 اوكتت، وكل اوكتت بيكون 8 بت، يعني اللينس بتاعه بيكون 48 بت. وقلنا ان احنا بنفرق ما بين كل 2 ديجيت نمبر او كل 2 كاركترز بعلامه الداش. وقلنا ان الفورمات بتاعه بيكون ان هيكساديسيمال، يعني السنجل ديجيت نمبر احتمالاته بتكون اي رقم من 0 ل 9 او اي حرف من A to F. وقلنا برضو انه بيتقسم لجزئين، اول 3 خانات بنعرف بيهم اسم الشركه اللي صنعت كارت النتورك وبيكون اسمه Organizational Unique Identifier OUI، يعني كل الكروت اللي بتصنعها شركه انتل مثلا عندهم اول 3 اوكتت زي بعض، انما اخر 3 خانات دول بقى قلنا الكارت النتورك ذات نفسه بيكونوا ارقام يونيك، وهم اللي بيميزوا النتورك انترفيس كارد عن التاني. يعني مفيش جهازين ممكن يكون ليهم نفس الماك ادرس، والاجهزه بتقدر تكلم بعضها جوه اي شبكه عن طريق الماك ادرس. طب ازاي بقى بتقدر تعرف الماك ادرس بتاع جهازك؟ هقول لك على اسهل واسرع طريقه عن طريق السي ام دي. اول حاجه هتدوس ويندوز بلس ار علشان تفتح الرن وتعمل سيرش على السي ام دي، وتدوس اوكي عشان يفتح معاك السي ام دي، وهتكتب الكوماند ده جيت ماك من غير اي كابيتال ومن غير اي حاجه، واول لما تدوس انتر هيطلع لك على طول الماك ادرس بتاعك. طيب احنا كده خلصنا النهارده، واشوفكم في حلقه جديده من كود
course Network Fundamentals and Concepts.